فالمفروض نعمل ايه؟ لو ادانا تليفون تمام، ما اداناش تليفون وجالنا فجأة، لازم ان احنا عقبال ما بركب في الاسانسير، عقبال ما بيطلع السلم، لازم احنا بنظبط المكان اللي هو هيقعد فيه. لازم طبعا الحمام الضيوف يبقى الفوط متغيرة، الحمام نظيف. ما نطلعش ابدا للضيف بلبس البيت، ده كده مش صح. لازم ان احنا نلبس، لو احنا عارفين ان الضيف جاي يفضل ان احنا نفتح له احنا الباب بنفسنا ونستناه، ده احنا بنديله احترام اكتر. وطبعا الزوج او الزوجه او اللي هم اصحاب البيت هم اللي لازم ان هم يفتحوا. ما ينفعش ابدا اقول لابني روح افتح، لا ما ينفعش، احنا كده بنستقل بالضيف اللي جاي. لو احنا قاعدين في دور عالي وما عندناش اسانسير، بندي فرصه للضيف ان هو يطلع يلقط نفسه كده، بعد كده نفتح له الباب. ما ينفعش يبقى الراجل طالع بنهج واحنا نقوم فاتحين الباب ومدخلينه، هو ما يحبش نشوفه في موقف زي كده. لو احنا مثلا عندنا الضيف جاي هيقعد جاي يشرب معانا قهوه، يبقى هنعمل ايه؟ القهوه لازم تبقى موجوده، لازم يبقى مع القهوه واحنا في الضيافه بتاعته لازم يبقى كوبايه الميه محطوطه. ما ينفعش ابدا انزل كوبايه ميه مع فنجانين قهوه لو هما 2 ناس جايين لنا، لا لازم 2 ميه مع ال2 القهوه. لازم نبقى مستعدين بشويه حلويات، لازم نبقى مظبطين الدنيا، ان احنا مثلا شويه حلويات، لو في شويه باتيهات او كده لو هيقعدوا اكتر من ساعتين. لو انت حاسس ان الضيف هيجي هيطول عن ساعتين، يبقى احنا نعمل ايه؟ نجيب شويه بيتزات، شويه معجنات، الحاجات المقرمشات زي ما بيقولوا نحطها، تمام. فاحنا كده يعني لازم ان احنا نرحب بيه كويس قوي، بنقدم له الوجبه بتاعه. ناس كتير بتقعد تقول ايه، لازم الطقم القهوه يبقى الفنجانين زي بعض، لا طبعا مش شرط. لازم عندنا الفنجانين مفيش مشكله، عندنا الاشكال مختلفه برضو ما فيهاش مشكله خالص، بس السايز او حجم الفنجان او حجم الكوبايه بيبقى قد بعض. ده طبعا اما بنقعد مع الضيف. احنا قعدنا لقينا الضيف طول شويه، ممنوع ان احنا نبص في الساعه علشان ما نحرجوش خالص، كده هنحسسه ان هو ضيف تقيل واتاخر في الميعاد. برضو حاجه تانية، ان احنا ما ينفعش نقعد نهزر معاه تهريج تقيل، هو ضيف وبياخد ترحيبه جامد جدا، ولازم نحسسه ان هو اهم حد جاي لنا. فما ينفعش طبعا ان احنا نقعد نهرج تهريج تقيل. ما ينفعش ان احنا نعمل ايه؟ ما ينفعش ان احنا نقعد نعلق على اللبس بتاعه، نعلق على طريقة الكلام بتاعته لو هي مش عاجبانا. برضو يفضل ايه؟ ان احنا نحاول نبعد دايما عن السياسة، عن الدين، عن الكورة، لان الكورة والسياسة بصراحة بيخلوا الناس تعمل مشاكل كتيرة مع بعض. فاحنا ما ينفعش الا اذا احنا هنتكلم في الكوره، احنا الاثنين اهلاويه، احنا الاثنين زملكاويه، فاحنا هنتكلم في النطاق، بس ما ينفعش خالص ان احنا نجادل الضيف وهو قاعد. ده حاجه بسيطه عن ضيف او الاتيكيت الاستقبال. اول ما الضيف يجي يمشي طبعا احنا لازم بنقوم احنا نفتح له الباب، علشان برضو ان احنا كده نبقى رحبنا بيه ويعني اكرمناه، يعني زي ما بيقولوا. كريم، الو الو. تمام. بس فاحنا كده قلنا الاتيكيت الاستقبال في البيت عندنا. في طبعا بعد كده هنقولها بتوسع شويه، لو الناس جايه تتغدى معانا هنقول واحنا في المطعم بنقعد ازاي، بنحط الشنطه بتاعتنا فين، الشوكه والسكينه، الطبق بتاعنا، كل ده احنا هنعرفه مع بعض. انا مش راضيه اخش معاكم قوي في الاتيكيت، انا بدي نبذات مبسطه علشان كل الناس تعرف احنا بنتكلم ازاي عن الاتيكيت وتفهموا. لازم برضو احنا بنتعامل احنا كاحنا نفسنا. لو انتوا تعاملتوا على اللي جواكم وانتوا تحبوا اللي يحصل لكم ده يحصل للضيف، تاكدوا ان انتوا هتعملوا الاتيكيت من غير ما تعرفوه. احنا هنحط كفته السمك بقى في الطبق بتاعنا علشان نشوف هنعمل ايه. ادي كده كفته السمك، وادي حاضر يا استاذ احمد، هديك الكفتايه بتاعتك والجمبري بتاعك حالا. احنا ده عندنا ادي الكفته وادي البرياني. ده صوص طبعا كاتشب ومايونيز، ممكن نحط مستردة. طبعا اكلنا سهل، الاتيكيت بتاعنا برضو سهل، هنتعلمه واحده واحده.
واتمنى ان انا اكون ضيفه خفيفه عليكم واكل يكون يعجبكم، واستنينوا بكره مع الفراخ المقرمشه على الطريقه الصينيه. معاكم رشا الجيار وتيستي فود. باي باي.